صورة العروس مشغولة بالدهب، وانت مشغول بقلوب يا تراب الجنوب. رسايل الغياب مكتوبة بالسهر، وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب. وبتولع حروب وبتنطفي حروب، وبتضلك حبيبي يا تراب الجنوب. اللي حامل عكتافه زيتون وسنابل، قلعت بحر صور صخرة جبل عالي. اللي حامل عكتافه زيتون وسنابل، قلعت بحر صور صخرة جبل عالي. اللي حامل وراء شعراء وعشاق، قمر مخبيلون لعراسن خواتم، ما بيقدر يحمل الظالم. وشو ما اجا شعوب وشو ما راح وشعوب، كلن راح بيفلوا وبيبقى الجنوب. لما بتغني حضرتك لعمالقة الطرب، طبعا غنيتي للسيدة فيروز، غنيتي لأسمهان، غنيتي لأم كلثوم، بتقلدي هؤلاء ولا بتغني على طريقتك؟ أنا تربيت على الفطاحل هذوما بالنسبة لي، ومدارس فنية متنوعة تربيت عليهم من اللي أنا صغيرة، من اللي مع جدي الله يرحمه لما كان يعزف بالعود. جدي من أصل أندلسي في البيت، يعني أنا ما نسمع إلا الحاجات هذوما أنا تربيت عليهم وتلمذت عليهم من قبل حتى الدراسة، من قبل ما حتى والدتك كانت تعزف عود هي والدتي كانت بتدندن شويه مع، بس خالي الله يرحمه كان يعزف عود. وخالاتك صوتهم حلو. خالاتي كل البنات خالاتي واولاد خالاتي. يا ريتك جبتيهم معك. يا ريت والله. يا ريت والله، حتى والله حتى ساعدوني قبل في تسجيلات، يعني في مجموعه صوتيه ولا في الاذاعه، كنت قبل نجيبهم معي يسجلوا مجموعه صوتيه. كنا قبل يعني. فاذا بتغني باي اداء، باي اسلوب لما تغني لسواك؟ لا، انا نغني بصوتي، نغني بصوتي انا، بالخامه بتاعي، ما نحاول ما نقلدش، نأدي. ولكن تعرفي حضرتك الغناء لهذه الاسماء الكبيره في مغامره، احيانا اصعب من انه الواحد يغني اغنياته هو الخاصه اللي هي ملكه وبيقدر يتلاعب فيها مثل ما بيريد. انا هذوما الاغاني بالنسبه لي سهله. واضح على كل حال عندك امكانيات صوتيه وادائيه شكرا. رائعه. شكرا. سوف نتابع هذه السهره الجميله مع حضرتك بعد الاستراحه. شكرا. منقدم لكم فرشاية أكوا فريش 3 روس بواحد. 3 روس مستقلين بيتأقلموا مع زوايا اسنان ليزيلوا البلاك بفعالية، وكمان بيوصلوا لتحت خط اللثة. اختبروا شعور جديد بالنظافة. أكوا فريش ب3 روس، ما في مطرح بيصعب عليها. أكوا فريش ب3 روس لأنه 3 روس أفضل من راس واحد. تأنق لتتألق. للراغبين بالحصول على فرصة العمر في سوبر ستار الموسم الخامس من الكويت، الاتصال على الأرقام التالية. نهار تجارب الأداء في 14 من كانون الأول ديسمبر 2007. هذا البرنامج بالاشتراك مع كوكاكولا. زلغت يا قلبي أنا صرت مخطوبة. مخطوبة؟ إذا
بقول لك ايه بتزلغط لي؟ نسمع عن علاقات بحياة باسكال ولا حدا بيشوف ولا حدا بيعرف وينه هالشخص. وليه حشور انت بدك تعرف؟ حشور، شو بدك تعمل؟ طلع عليك شخص حشور انت. الحلقة بلشت باستفزاز. بدك تقلبي كل الحلقة انت ولا شيء. مش كوكبه؟ مش حرة فيه؟ هذا زمنك بس كوكبي انا. هذا الصندوق اللي حبيتيه كثير وقلتي لي بدك تاخذيه ما حاعطيك اياه. ليه؟ لانه ما في انا قلت لي غرام. كريم اول حلقه اساسا قلت لي ابتديت انه انت الكرم. بس بنت 12 سنه ممكن تروح لحالها على يا حبيبي ما بيتك بيجوني حده يعني ما هي المسرح يعني وليش سميتي علي؟ يعني شو هي عصب فقرر يواجه. بدل ما انتم تردوا الجيل يلي ماشي بطيار معين رحتوا لعنده. شو اغلى هديه تلقيتيها؟ في اكثر من شغله. اغلى هديه في ختم كان شي انا اضرب كاف بك شي. مين ضربتي كف؟ باسكال مشعلاني ضيفة وسام بريدي بيوقف يا زمن. الأربعاء بعد نشرة الأخبار على شاشة المستقبل الفضائية. مشاهدينا نتابع هذه الحلقة من خليك بالبيت مع الفنانة والمطربة صاحبة الصوت المتميز هادية جويرة. نتابع أيضا تلقي أسئلتكم أو مداخلاتكم عبر الفاكس وعبر الإيميل. ظهرت الأرقام أمامكم على الشاشة والحقيقة وصلك العديد من الأسئلة رح بعد شوي أطرحهم على حضرتك. وبذكر مشاهدينا أنه بيقدروا يتواصلوا معك خصوصا مشاهدينا على القناة الفضائية. هذه القناة تعرض على المحطة الأرضية يوم الجمعة. لجنة الاستماع المصرية المشتركة للإذاعة والتلفزيون في القاهرة رفضتك مع أنه بعض أعضاء اللجنة لحنوا لحضرتك. لا هي ما رفضتنيش. نعم. وبعد والاعضاء اللجنه ما كانش حتى حد موجود انه ولا يعرفني ولا نعرفه. نعم. هو وقع سوء تفاهم. وهو سوء تفاهم هو اني المطربات انا فهمت غلط. نعم. انه المطربات المعتمدات لازم يجيبوا معاهم شهاده انهم معتمدين في الاذاعه والتلفزيون في بلدهم وفي في تونس. نعم. ويجيبوا الشهاده هذه يقدموها للجنه. حتى الاستاذ حلمي بكر وقت اللي شاف الكارت نتاعي قال هذه مطربه معتمده. نعم. بالنسبه هذه السوء تفاهم اللي ما حصل وقع. إذا أنت قدمت إلى لجنة الاستماع؟ لا انا مشيت اللجنه عشان اقدم الورقه ولكن انا ممكن فهمت غلط خاطر مديرنا تاع الموجود بالقاهره مدير الشركه بتاعنا قال لي لازم تستظهر بالشهاده هذه. انا خذيت البادج ولكن ما خذتش الشهاده معايا نسيتها. هي الحمد لله عندي معناها. نعم. اذا سوء تفاهم عابر مش مساله لا. مش مساله ذات قيمه. لا. ولكن يعني سؤالي لحضرتك انه اذا كان لكل شيء في هذه الحياه او في هذا الوجود عمر، الانسان له عمر واجل، الكائنات على اختلاف لها عمر واجل، المباني، السياره، اي شيء له عمر. حاجة. هل الصوت عمر معين؟ طبعا. ومن يعني وكيف نطيل عمر الصوت؟ هو لازم الصوت هو مسؤوليه بالنسبه لي يعني للمطرب. لازم المطرب يحافظ على صوته من ناحيه انه الصوت عنده عمر. انت تنجم تمدد في عمر صوتك بحكم انك تحافظ عليه مثلا من ناحيه الاكل من ناحيه الحاجات اللي تضر الصوت. ولازم الصوت يكون زاد فيه لازم يتمرن الفنان على خاطر الفنان كيف ما الرياضي الحبال الصوتيه لازمها التمرين كيف ما الرياضه مثل العضلات مثل الميوسكل لازم. ولكن اكيد الصوت عنده عمر. بس هي الست ام كلثوم يعني تغني وعمرها 74 سنه هي على المسرح تغني. ست فيروز ما شاء الله يعني هذوما العباقره. ان شاء الله احنا نقطه من بحرهم. ان شاء الله نحاولوا ان ربي يطول لنا في اعمار اصواتنا ان شاء الله. يا رب الله يسمع. الله يسمع منك. اسمحي لي نستمع الى شهاده بحضرتك من الفنان الكبير الاستاذ روميو لحوت. هادية من تونس يعني نحن قرايب شوي نحن وتونس. بقى خلينا نحكي عن هادية أول شيء كست مجتمع. كنت دايما أطلب من الله يهدينا على فنانين متعلمين ومثقفين
بكل أسف الفنانين اللي بنعرفهم ومرقوا معنا أكثرية منهم بعد شوي عن الثقافة والفن. هادية لا، هادية بنت بتعلمي، بتحكي 3 لغات، بتتقنهم، وست مجتمع. بالفن مثل ما بتعرفوا في عدة أصوات، في أصوات عالية، في أصوات واطية، في أصوات بتحس الواحد عم بيغني ما تحت الحاف، يعني بعيد كتير عن الدينة. وفي أصوات بيبقى خامة الصوت، يعني جوهر الصوت بيبقى نقي، بيبقى نظيف، بيبقى من الأصوات اللي بيقدروا يخلوه تقول إنه هذه مطربة عم تغني. هي عندها الصوت الناعم القوي اللي عنده مجالات كتير 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 واسعة، بتأدي القديم، بتأدي الجديد، وحتى فيها تغني كل الأغاني اللي اليوم عم بغنوها، بس يمكن بعيدة شوي عن الأغاني اللي بيسموها ما بدنا نقول مبتذلة، بس رخيصة. وفينا نقول حقيقة إنه هي مطربة بكل معنى الكلمة، منها الستار اللي متكلة على الملابس تبعها وعلى الكوافير تبعها وعلى الإضاءة وعلى الكليبات اللي فيهم حواليهم 300 بنت و500 شاب وإلى آخره. لا، هي متكلة على صوتها، على إيداءها، وبأكد لكم إنه صوتها من أجمل الأصوات، وإيداءها حقيقة مستوى تبعه عالي جدا جدا جدا. أنا من الكبار اللي بعرفهم بالطرب، هذا من الكبار اللي بيغنوا طرب. إذا متكلي على صوتك حسب الأستاذ روميو لحود. أنا أحيي أستاذ روميو لحود على هذه الشهادة اللي تخليني نشعر بالمسؤولية أكثر. نحييه برشا، نحييه برشا. شو رأيك تحييه بالصوت اللي عم بقول إنك متكلي عليه؟ بماذا؟ أغنية للمرحومة عليا من ألحان وكلمات الفنان الكبير مرحومة علي رياحي. هي اللي ظالمني. يلي ظالمني ترى والروح معاك، يلي ظالمني والروح معاك، انت تشغلني ابدا انساك، انت تشغلني ابدا انساك. لما احكي لك عاللي هجرني ولا اشكي لك تضحك عني، والروح معاك 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 يلي 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 ظالمني. ألف رحمة.